عادل وكيل وزاره الكهرباء المهندس محمد علي طبعا احنا يعني يمكن لاحظنا في الفتره اللي فاتت مجهوداتكم وشغلكم المحترم المشرف اللي بان وظهر، ولكن مع الاسف الشديد هناك بعض التجاوزات من بعض الناس اللي ادعت على الكهرباء ان هي مش شغاله، رغم ان مباشر مهندس اشتغلت معاكم وشافت كابل السنبلاوين ومدى شغلكم في ايام العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد والمجهود الشغل اللي شركه شمال الدلتا اشتغلت بيه. النهارده احنا طبعا في خطط وتحركات محترمه لشمال الدلتا اللي بتثبت ان شمال الدلتا بقياده المهندس صلاح رضوان وقيادات الشركه متمثله في سعادتك والمهندس محمود الشويحي نائب رئيس مجلس اداره التشغيل اللي كان موجود دلوقتي في محطه ميت عدلان. في خطط تنمويه عايز انا سعادتك او خطط كويسه عايز سعادتك تقول للناس اللي موجوده بتشوف سعادتك ايه اللي سعادتك بتعمله واللي ناويين تعملوه كده. بننشئ خطوط جديده لتحسين الجهد وتحسين الاداء. هننشئ خط يربط خط مستقل للظفر، كذلك خط تاني لكفر سنجاب والصرقه والسعوديه واسمها لا والخمسه ده والخط بتاع ظفر والسعوديه والشرف. تمام ماشي يا باشا. دي هتؤدي لتحسين الاداء وتؤدي لرفع الجهد. واحنا بالاضافه للكلام اللي قاله وائل بيه فان احنا جبنا اجهزه اوتو ترانسفورمر ترفع الجهد، وحاليا الشركه المصنعه لها اجترافو موجوده بتظبط او بتقنن وضع الاجهزه عشان ترفع الجهد ضعف الجهد. بالنسبه يا باشا النهارده بالنسبه يعني احنا شفنا ضعف ملحوظ، كان سببه ايه يا باشمهندس عادل؟ سبب ضعف الملحوظ طبعا المغذي بتاع تاج العز حمله بيوصل ل 500 امبير، ارتفاع الحمل بتاع المغذي. طالما الحمل المغذي بيرتفع بيقابله انخفاض في الجهد، عشان كده احنا بنقسم الخط هذا الخط. هناخد جزء من العزب والكره التابعه له على مغذي كبير نحسن الجهد بالنسبه. تمام. طيب باشمهندس احنا شفنا بعد العيد كان في تحركات كويسه لشمال الدلتا وفي خطط بدائل، شفنا مولدات جت وحاجات. هل سعادتك احنا في الفتره اللي جايه هنشوف المولدات ولا الكهرباء هتستمر وهتبقى كويسه ان شاء الله؟ باذن الله هتستقر الكهرباء وتستمر، وباذن الله هيتحسن الاداء ويتحسن الجهد وهيزيد التحسن ويبقى مؤكد مع محطه المحولات الجديده بتاعت ميجا. تمام. محطة محولات تمال أمديد، أنا يمكن لما كلمت معالي الوزير الدكتور محمد شاكر هو قال يعني أنا شايف فيه شغل ومجهود، ولو مركز تمال أمديد احتاج أي شيء احنا على استعداد الوزارة تدعم، ويمكن هو الخطة التنموية أو الخطة بتاعة الوزارة إن هو يفصل التوزيع عن الإنتاج. تمام كده؟ طيب تمال أمديد كمحطة عملاقة مبنية على 7 أو 9 فدادين تبدأ الشغل إن شاء الله وتخش الخدمة إمتى إن شاء الله؟ من العام القادم، السنة المالية القادمة إن شاء الله. طيب هو في فكرة لان سعادتك تجيبوا زي ما قال المهندس صلاح رضوان ان انتوا تجيبوا محطه 25 كيلو متنقله على هتتحط في الحجايزه. الخطه او العربيه ديت هتبقى تعمل ايه في المنطقه بتاعت سماء الامدين؟ ديت هتحسن الكهرباء بالاضافه كمان هتشيل حمل كبير من الاحمال بتاع محطه السنبلاوين. طيب احنا نقول للاهالي في مركز سماء او عموما في الدقهليه في تحسن ملحوظ ان شاء الله، وانا شايف سعادتك مجهوداتكم ان شاء الله خلال شهر من تاريخه هيبقى في تحسن على مستوى عالي جدا مع انتهاء الكابل اللي احنا هنبدا نعمله من الاسبوع الجاي. باشمهندس عادل في خلال انا يعني ما كلمت الاستاذ المحاسب احمد عبد السريع رئيس مدينه تمال أمديد، كنت سعادتك بتطور انت ورجالتك المهندس سعد الشاويش واستاذ عزت البكاوي وكل الناس او طاقم كنت بتشتغلوا في الصيانه. ايه اللي انت عايز تقوله للاهالي علشان يصبروا معاك؟ بس قول لهم ان يصبروا معاك يوم 2 3 اسبوع والناس هتتحمل، بس يبقى في مصداقيه، وانا عارف ان سعادتك من الشخصيات المحترمه. يعني احنا قدامنا بالظبط كام والكهرباء تتحسن في منطقه تمال أمديد اللي عليها مشاكل كل يوم، في ناس طبعا غير مسؤوله بيقطعوا طرق وبيعملوا. النهارده انت موجود في محطه ميت عدلان كتنفيذ لتعليمات المهندس صلاح رضوان والمهندس محمود الشويحي اللي كان موجود، والسيد طبعا معالي الوزير
طبعا المحاسب حسام الامام مشكورا اللي هو حقيقة يا فندم. انا رحت وشفت وصورت، كلمتهم كذا مرة، كلمت معالي المحافظ وهو مشكورا. انا طبعا بشكر معالي المحافظ حسام الامام بالنيابه عن كل منطقه تمال امديد وعن محافظه الدقهليه. ده كلام مش كلام تطبيل ولا حاجات من دي. طيب يعني خلال شهر من تاريخه انا بوعد واتسال عليه واتحاسب عليه. هيتم يكون حدث تحسن وتحسين الاداء في شبكه تمال امديد. النهارده 5/8 يوم 5/9 يكون انتهينا من تحسين اداء وهنبص ونتفرج على اللي هيحصل في تمال. المهندس برضه في الناس الشرفاء زي الاستاذ وائل الله يبارك لك كل الناس المحترمه، بعيد عن المهاترات والحاجات اللي بيعملها بعض الناس ويضعفوا شبابنا. عموما اشكر سعادتك المهندس العدل علي العدل. النهارده يعني مصر بتفرح بكره ان شاء الله في افتتاح القناه. شعب تمال امديد عايز يفرح بالكهرباء. فرحه كبيره علينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. الاول عايزك توجه كلمه شكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر. تقول له انت فرحان باللي هيحصل بكره ان شاء الله بالافتتاح. طبعا احنا الف مبروك الرئيس السيسي على اللي عمله، الانجاز اللي عمله، الانجاز التاريخي اللي عمله في قناه السويس، وده عمل يشكر عليه ومش يشكر عليه لان هو راجل وطني ومحب مصر، وده اللي احنا طالبينه منه، بل طالبين منه المزيد. تمام. ده بالنسبه مصر بتفرح، تمال امديد هتفرح ان شاء الله، هتفرح بالكهرباء. طيب فرح تمال امديد وشعب تمال امديد باللي انتوا بتعملوه النهارده. بالنسبه لكهرباء تمال امديد الحمد لله لما نجيب واحنا جايين ان في لوحه بتتعمل في هندسه في التل بتاع تمال امديد محطه. لا دي لوحه مؤقته، وبنعمل محطه على 5 أفدنة في تمال امديد نفسها. دي محطه محاولات هتغذي منطقه تمال امديد واجوارها كمان، وممكن ندي بره تمال امديد. تمام. اما عشان المحطه طبعا قدامها اقل حاجه سنه او سنه ونص، فاحنا بنعمل حلول هي حلول مؤقته بل مجزيه كمان. ان احنا دلوقتي خط صدى طبعا بالنسبه لزياده الاحمال وارتفاع القطر، بنعمل خط من محطه مدفارس، ان نجيب خط من مدفارس يشيل كفر سنجاب وصدى والشرطه وكفر سنجاب، ونفضل خط للسماره يبقى بنجزأ الخط عشان حمل الاحمال. فكده بنخفض الاحمال عن السماره وبنخفض الجهد وبنحسن الجهد في السماره وفي صدى وكفر سنجاب والشرطه وتوابعها. تمام. ده من النقطه الثانيه. من النقطه الثانيه بنعمل خط هنا برضه بنوصله بظفر وبناخد عليه السعوديه والصفا وجزء من البيضه، وان شاء الله دي مهمته انصرفت والامر التنفيذي خلص، وان شاء الله هنبدا به من بكره او بعده بالكتير. ففي حلول كتيره شغاله في كهرباء تمال امديد لتحسين الاداء وتحسين الفولت فيها، وان شاء الله ده كله ان شاء الله قبل 20 يوم او شهر بالكتير هتبقى مشكله تمال ان شاء الله اتحلت في الكهرباء. وكل القيادات بقياده صلاح بيه رضوان والباشمهندس محمود الشويحي نائب التشغيل والباشمهندس العدل ما بيونوش. يعني احنا كنا دلوقتي انا بكلمكم من امام محطه ميت فارس للمحولات، وكان معانا هنا الباشمهندس محمود الشويحي نائب التشغيل والمهندس العدل، والكل مش ما بونش والله. احنا في العيد معيدين على الخط. شفناك وصورنا معاك باشمهندس عزت مكاوي رئيس شبكات تمال امديد. اشكر سعادتك. يعني انا عوض حبيبي، انت واحد من ضمن شباب الكهرباء صح كده؟ انت منين؟ انا من بلد اسمها كفر ابو ناصر. طبعا كفر ابو ناصر. سمعت ان كفر ابو ناصر ديت بلد المحافظ السابق فخر صح كده؟ فخر لنا والمصر كلها والله، من الناس المحترمه جدا ربنا يرحمه. الله يخليك. عوض انت عارف ان بكره في افتتاح القناه الجديده وفي فرح ربنا يعينه. انا عايزك تبص عبد الفتاح السيسي تبص اللي هو بيعمله والانجاز اللي هو بيعمله لمصر كلها. احنا شغالين في الكهرباء باذن الله، يعني ما عادش في فرق بين مهندس وبين عامل وبين فني وبين رئيس قطاع وبين رئيس شركه، عاد كله سواسيه. يعني الباشمهندس العدل احنا هنا معيدين سوا مع بعض يوم العيد، يعني يوم العيد اللي هو اصلا يكون قاعد في بيته وراجل رئيس قطاع قاعد معانا هنا، والباشمهندس عبرقوه في العيد اللي فات، واحنا كلنا بنبقى موجودين وكلنا ايد واحده.
وربنا يخلي لنا رئيس عبد الفتاح السيسي، وده انجاز وكله يعني كله فرحان يا عوض؟ حقيقي والله العظيم فرحه ما فيش بعد كده. عموما تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنه وانت طيب يا عوض، كل سنه وانت طيب.